وقفت في كاس العالم وقلت لا يمكن يكون موجود في كاس العالم، اللي هو خطا ركله الجزاء اللي ما اتحسبتش للمغرب في مباراه فرنسا في سيمي فاينال. الغريبه انه الحكم صفر فاول وادى انذار للمهاجم. فانا افتكرت انه في تحايل لان المهاجم وقع. فلما الكره اتعادت ده المهاجم واخد بس بالبلدي كده شلوط بلدي غير طبيعيه، كانت في الدقيقه 26 في المباراه، وكانت المغرب خسرانه 1-0. السلام عليكم. الفيديو ديال اليوم غنشوفوا ماذا قال الحكم المصري الدولي السابق جنى الغندور حول قرار عدم احتساب ضربة الجزاء المنتخب المغربي في مباراة نصف النهائي ضد المنتخب الفرنسي. صراحة كان السلفادور وامريكا حكموها، البرازيل والارجنتين والمكسيك والسلفادور وامريكا، وواحد من فرنسا وواحد من بولندا. يعني امريكا الجنوبيه وامريكا الشماليه هي اللي حكمت دور 16 كله، اللي هو 8 مباريات. كويس؟ طيب في البطوله 8 مباريات. كويس؟ طيب في البطوله دي حكم الماكسيموم كان 3 مباريات، كان اللي بيوصل للمباراه الثالثه بيعرف ان هو يعني هي دي الاداء ولا بيبقى بلاننج من البدايه؟ طبعا لا اكيد الاداء طبعا، دي مش محتاجه كلام. يعني مثلا ميلتون سامبايو من البرازيل اخذ 4 مباريات، مباراتين في الدور الاول ومباراه في دور 16 ومباراه في ربع النهائي. الحكم الثاني اللي اخذ 4 مباريات من المكسيك سيزار راموس، هتشوف من البرازيل والمكسيك برضه اخذ 4 مباريات، اللي هو ادار السيمي فاينال اللي هي اسوء تحكيم، اللي هو خرج فيه المغرب في ركلتين جزاء. واحده 100% والثانيه ممكن نختلف عليها بتاعه المسك. ايه الخطا اللي انت وقفت في كاس العالم وقلت لا يمكن يكون موجود في كاس العالم؟ اللي هو خطا ركله الجزاء اللي ما اتحسبتش للمغرب في مباراه فرنسا في سيمي فاينال. الغريبه انه الحكم صفر فاول وادى انذار للمهاجم. فانا افتكرت ان في تحايل لان المهاجم وقع. فلما الكره اتعادت ده المهاجم واخد بس بالبلدي كده شلوط بلدي غير طبيعيه، كانت في الدقيقه 26 في المباراه، وكانت المغرب خسرانه 1-0. في نهايه المباراه نهايه الشوط الاول دقيقه 46 47 مسك غير طبيعي، دورت على حد من المغرب يكون ماسك عشان يبقى ده قصاد ده، ما فيش. 2 ممسوكين، 2 مدافعين ماسكين 2 مهاجمين، وفضلوا ماسكين فيهم لغايه لما نزلوا بيهم على الارض وما اتحسبتش. ده كان اعتقد ده كان اكتر تحكيم تاني. صح. مباراه ثانيه، مباراه في نهايه حكم مباراتين 2 بس، ارقام الحقيقه قاعدينه عشان يكون له دور في النهائي لكن ما خدش النهائي. ارقام رائعه الحقيقه، وارقام تخلينا نفكر في حاجات كتير جدا جدا. نرجع بعد الفاصل مع كابتن جمال.